السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة ميديا سبورت، أهلا بكم. قرار مفاجئ من وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد حكم مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، ويهدد بالانسحاب من جميع بطولات الاتحاد الأفريقي كاف وتحرك عاجل من الكاف. شاهد ماذا قال. في البداية عطروا فمكم بذكر الله، ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ولو أنت محب لمنتخب الجزائر وحابب يوصلك كل أخبار منتخب الجزائر، ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا. بعد انتهاء مباراة المنتخب الجزائري ومنتخب بوركينا فاسو بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي وجود حالة من الغضب بسبب القرارات التحكيمية التي حرمت منتخب الجزائر من الفوز في هذه المباراة والحصول على ال3 نقاط، صرح وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصدوم وغاضبا، وقال: جميعا شاهد ما حدث اليوم في مباراة منتخب الجزائر ومنتخب بوركينا فاسو، ولا أريد أحد أن يقول لي بعد ذلك أنه ليست هناك مؤامرة لإخراج الجزائر من جميع البطولات التي سنشترك بها. أنا اليوم شاهدت كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على أرض الملعب من قرارات خاطئة، وأيضا قرارات عكسية، ولقطات لا يهتم بها الحكم أو حتى الفار، وأيضا ركلات جزاء للمنتخب الجزائري لا تحتسب. أنا شاهدت جميع اللقطات التي يمكن أن تحدث في مباريات كرة القدم حدثت اليوم في مباراة واحدة، وهي مباراة المنتخب الجزائري ومنتخب بوركينا فاسو، ويبدو أن تواجدنا في الاتحاد الأفريقي يقلق البعض منا ويسبب للبعض أزمة كبيرة. هذا شاهدناه اليوم مع المنتخب الجزائري، وكنا نشاهده أيضا مع الفرق الجزائرية، واليوم قررنا أن يتم فتح تحقيق فيما حدث للمنتخب الجزائري ضد منتخب بوركينا فاسو، وقمنا بتقديم اعتراض رسمي إلى الاتحاد الأفريقي على الأداء التحكيمي خلال مباريات منتخب الجزائر، وما حدث من قرارات تحكيمية ربما تؤدي بنا إلى الخروج من بطولة أفريقيا بكوت ديفوار. ونتساءل لماذا يطبق الفار على جميع المنتخبات ولا يطبق على منتخب الجزائر في اللقطات التي تكون في صالحنا. ولكن كل ثقة في لاعب المنتخب الجزائري في قدرتهم على الصعود للدور القادم والوصول لأبعد من ذلك في البطولة. في النهاية، لو أنت محب لمنتخب الجزائر لا تنسى أن تبدي رأيك في التعليقات عن أداء منتخب الجزائر، وما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا.